من شوية جيش الاحتلال نفذ غارات جوية في قلب الدوحة واستهدف قيادات حماس وهي قاعدة بتناقش المقترح الأمريكي الأخير. وبعدها بدقايق الجيش الإسرائيلي ومعاه الشباك أعلنوا في بيان رسمي إنهم نفذوا هجوم دقيق استهدف قيادات حماس العليا في قطر، وده يعتبر تطور خطير جدا وتاريخي في مسار الصراع. طب ليه؟ علشان دي أول مرة إسرائيل تعلن استهداف المقاومة خارج غزة ولبنان وعلى أرض وسيط رئيسي في المفاوضات زي قطر. والأخطر كمان واللي كتير مش عارفينه أو مش واخدين بالهم منه هو إن الاستهداف جه بعد يوم واحد من تقارير انتشرت في كذا صحيفة عالمية وبتقول إن قطر كانت بتحاول تضغط على حماس علشان تقبل العرض الأمريكي لوقف إطلاق النار، وإنهم خلاص كانوا شبه موافقين تقريبا. واللي بالمناسبة ده كان العرض المصري أصلا. يعني الهدف الرئيسي في الضربة كان تدمير أي تقدم في المفاوضات علشان ما يحصلش أي توقف في الحرب. طيب مين اللي اتضرب؟ القناة 13 الإسرائيلية بتقول إن الضربة استهدفت شخصيات تقيلة زي خليل الحية وزاهر جبارين، ولكن لسه ما فيش تأكيد رسمي لحد دلوقتي بالأسماء. رغم إن بعض بوستات السوشيال ميديا بتقول إن الوفد تم اغتياله بالكامل، إلا إن بعض مصادر تانية زي شبكة ميادين والتلفزيون العربي قالوا إن الوفد المفاوض نجا من محاولة الاغتيال. وفي كل الأحوال مجرد استهدافهم جوه الدوحة معناه إنها كانت محاولة لقطع رأس المفاوضات من أساسها، ودي سابقة خطيرة من نوعها بيحصل فيها استهداف لسيادة دولة المفروض إنها دولة حليفة لأمريكا وعلى أرضها قواعد عسكرية أمريكية كبيرة المفروض برضو إنها بتحميها. بعد اللي حصل ده الخارجية القطرية وصفت الهجوم بالاعتداء الجبان وقالت إنه انتهاك للقانون الدولي وتهديد مباشر للقطريين والمقيمين. قطر كمان أعلنت إنها مش هتتساهل مع السلوك الإسرائيلي المتهور وإنه في تحقيقات جارية وهيكشف عنها قريب. لكن في نقطة تانية خطيرة جدا في الموضوع، الدفاعات الجوية القطرية الأمريكية ما اتحركتش خالص وقت تنفيذ الضربة الإسرائيلية، برغم إنه كمان بحسب كلام إسرائيل إنها كانت ضربة جوية تقليدية اتنفذت بسلاح الجو الإسرائيلي، يعني مش صاروخ ولا طيارة مسيرة عادية. السؤال هنا بقى ليه الدفاع الجوي الأمريكي القطري ما اتحركش، خصوصا ان القاعدة الامريكية في العضيد مش بعيدة خالص عن مكان الانفجار؟ سؤال مهم جدا ومحدش فاهم له اجابة لحد دلوقتي. لو عندكم اجابة اكتبوها لي في التعليقات وخلينا نشوف الاحداث الجاية هتقول ايه. واللهم احفظ كل بلادنا العربية وانصر العرب وانصر فلسطين. تحيا مصر والسلام عليكم.